دسة واليوم أصبحت جثة لأني أتنفس حرية وهذه كلمة عادية. نقف بخجل أمام عزيمة وإيمان وقوة أم محمد، وهي التي لا تتوانى عن حمد الله على مآسٍ قلبت حياتها رأسا على عقب. قذيفة هاو واحدة كانت كفيلة بالقضاء على عائلتها، خسرت زوجها وخسرت طفليها وبطرت أيضا رجلاها. وحيدة جلست هنا في أحد مستشفيات شمال لبنان عاجزة عن النوم وعاجزة حتى عن البكاء أمام فداحة ما أصابها. كنا راكبين على الموتور، فجأة جتنا قذيفة هاون على الموتور. الأولاد اللهم صل على النبي، البنت عمرها سنة وشهر، البنت عمرها سنة وشهر، ضربة بمخها، يعني ضربة بمخها، هي كانت نايمة دغري على موتها. والصبي كمان عيونه ورجله كمان ما طول 5 دقايق تقريبا، يعني وانا شايفته بعيوني، تقطعوا رجلي وشايفه رجلي وشايفه اولادي قدامي وجوزي طالعه مصارينهم يعني وعيونهم مضربين. لكل غرفة من مستشفيات الشمال حكاية. هنا أيضا التقينا أحمد ابن 8 أعوام الذي وصل وحيدا إلى لبنان بعد أن دمر منزله بقذيفة. والد أحمد أجبرته الظروف على ترك طفله في عهدة الجيش الحر الذي نقله سالما للعلاج في لبنان. كنت نايم رأسا القذيفة، رأسا أمنا كنا. مع كثرة الجرحى السوريين لم يتمكن الأطباء من التعرف إلى هوية أحمد. شقيقة والده أتت خصيصا من سوريا لرعايته بعد أن انتشرت قصته على صفحات الناشطين الإلكترونية. أنا ما عاد أتحمل أقعد، أنا عمت وجيت تركت البلد وجيت لهون لعنده شوفه، طلع هو والحكي مزبوط، وما بنعرف مين شال ومين أخذ ومين أنقذه من على الطريق، ما بنعرف، ما شفناه إلا بطرابلس. بكاء الشاهد يصل أيامها بلياليها، فابنة العامين لا تتحمل الأوجاع التي سببتها الرصاصة التي اخترقت جسدها الصغير، ولم تفهم بعد لماذا اختفت والدتها فجأة من حياتها. الموت حرم الشاهد من والدتها، ولكنها صغيرة على استيعاب ما حدث. ووسط كل هذه المآسي اختلاف خيم على إحدى الجلسات الوزارية اللبنانية، إذ شدد بعض الوزراء على أهمية مساعدة النازحين من جهة، ومن جهة أخرى وصفهم وزراء آخرون بالإرهابيين الذين يجب أن يعودوا إلى بلادهم. نحن دولة في عندها أكثر من حساسية بكثير من المجالات، المفروض أن يعني نقوم برعاية هؤلاء الأشخاص إنسانيا، ولكن لا يجوز أن نتعامل معهم قاعدين على طول. مجلس الوزراء وافق على قبول المساعدات الدولية، ولكن النازحين السوريين لم تصلهم المساعدات الكافية حتى الآن. غرف المستشفيات في لبنان ممتلئة بالجرحى ومآسيهم، وهم من الرجال والأطفال والنساء، ومع ذلك يختلف أطياف الحكومة اللبنانية حول مسألة إمداد الهيئة العليا للإغاثة بالتمويل اللازم لمساعدة النازحين الذين وصفهم البعض بالإرهابيين. من الشمال اللبناني، غنوة يتيم، العربية.